أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة برين دامب. سلسلة الفيديوهات بدون مونتاج وبدون سيناريو، أفكار في الدماغ بنبتدي نرميها كده في الفيديو ونرتبها مع بعضين. أفكار عاوز أقولها لنفسي ببتدي أقولها معاكم ونرتبها سوا. والنهاردة الحقيقة جه في بالي موضوع حلو جدا عن الملح. يعني إيه الملح؟ الملح ده موجود في كل بيت، بس عمرنا ما ادينا له أهمية إلا لما يكون ليه احتياج. زي إيه مثلا؟ لو أنا جيت آكل أكل ولقيته دلع من غير ملح فهفتكر إن فيه ملح فهبتدي أضيف ملح. ولو حطيت ملح بزيادة وابتديت آكل فنفسي هتجزع من الأكل ده أو مش هحبه. نفس الكلام ده بيتطبق بشكل غير مباشر في علاقاتنا مع الناس. لو أنت ابتديت تدي للناس بزيادة بحسن نية بزيادة، فالناس بتبتدي إن هي مش بتحب ده غصب عنها، دي طبيعة إنسانية، فبتشوف إن ده تجزع منه كده وترجع، على عكس إنك أنت اديت بزيادة بس خلاص بقى طعمها ملهاش طعم. ونفس الكلام لو أنت ما اديتش خالص فالناس بتحس إنك أنت مش موجود، فعاوزين منك أكتر أو ممكن ما يختاركش أو ما ياكلكش. آه، ف وده للأسف حقيقة بتوجع يعني. طيب، فهنا نبتدي إن إحنا نبص للمواضيع بشكل عنيف شوية، اللي هو طيب يعني أنا أتعامل بقى مع الناس إزاي دلوقتي، أو أعمل إيه مع الناس. ده خليني أقولك إن لكل شخص بياكل الأكل بملح بطريقة معينة. فأنت في مسيرك هتلاقي شخص حابب اللي أنت بتديه بطبيعتك ومتقبل ده ومظبوط معاه. لو أنت بتشوف الفيديو ده أنا آسف على الانستجرام أو التيك توك، فده كده هيبقى ريل. لو عاوز تكمل بقية الحلقة هتلاقيها على اليوتيوب. متنساش لايك شير وسبسكرايب، ويلا بينا نكمل. ف... فنبتدي إن إحنا نقول إن شاء الله ربنا يعوضنا بشخص يكون متناسب معانا، إحنا متقبلينه وهو متقبلنا. الحياة بتخليك تقابل ناس لحد ما تعرف تظبط الإضافة بتاعتك مع الناس يعني. فنبتدي نتكلم ونندم هنا. طيب، كل اللي أنا عملته ده سراب، أو كل الناس دي مش حقيقية، أو أنا مش حقيقي نفسي. فنبتدي نقول لأ، كبر نفسك وعز نفسك، ومش عيب إنك تبتدي من جديد. فاللي ما يستهلكش أو اللي مش عاوز منك حاجة خلاص ما تديلوش حاجة، واملى الفراغ ده، وده اللي هيفاجئه. لأن أنت لما بتقلل مرة واحدة هو متأكد إن هو منتظر منك في وقت من الأوقات إنك ترجع تعمل ده، وإنك أنت اللي تبادر وإنك أنت اللي تضيف ملح، ونفسه تجزع تاني وأنت اللي خسرت كل حاجة. بس أنت اللي قررت إنك أنت تدي بزيادة، فما ترجعش تزعل. ومش منافسة إنك أنت تخسر الشخص ده أو إنك أنت تندمه، لأ، تعمل ده لنفسك. بس في نفس الوقت لأ، أنا هملى الفراغ ده وهحب نفسي وهحب الناس اللي هتبقى معايا، وهصحح من نفسي مهما كان أنا عندي إيه أو تعب إيه. وإن المشاكل النفسية ليها قدر كبير من الأهمية زيها زي أي مشاكل مادية. إنك تكون بتحارب نفسك كل يوم دي حاجة كبيرة. وأي شخص يقرر فجأة إنه ما يبقاش موجود معاك لأي سبب من الأسباب، إنه فاكر إنه هو بيضرك، إن هو أيا كان السبب، فده مش حقيقي. اللي عاوزك هيكون موجود، واللي مش عاوزك عادي، مش شرط إن هو يعني يكون موجود. فنبتدي هنا إن إحنا نقول إيه، مش عاوزين يعني إن حد يضيف لنا حاجة ولا إحنا نضيف لحد حاجة طالما ده مش محبوب. هنسكيب الموضوع ده وهنعدي وهنجهز نفسنا لينا الأول وللناس اللي إن شاء الله هتكون موجودة في حياتنا واللي تستاهل فعلا إنك أنت تعمل effort أكتر عشانها، هيكون محطوط أو متضاف بشكل صح. بس كده.
أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. متنساش لايك وشير وسبسكرايب. أتمنى أكون وصلت حاجة ولو بقدر بسيط. عارف إن الكلام مش مترتب، ولكن ده اللي بقدر عليه. وبس كده، أشوفكم على خير إن شاء الله. أنا أخوكم يحيى. باي باي.